الو. ايه يا عبود؟ لا يا عم، انا مش عايز اخرج يا عم، خلاص. انا بقيت وحيد. ساعة ما الاكس سابتني، واحد الولد الهلفوت بتاعها، وانا ماليش نفسي انزل بصراحة، ومن ساعتها قاعد لوحدي. انا حاسس ان جالي مرض التوحد. ايه؟ اصلا التوحد ده مش مرض بقعد لوحدي وما اكلمش حد اها. ما كنت فاهم غلط بقى. لا تمام، مش. لا لو كده نخرج بقى خلاص. ابعت لي الابلكيشن وانا جاي لك دلوقتي. ماشي، سلام. يعني التوحد مش ان انا اقعد لوحدي. بنخرج بقى خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي سادتي، أهلا بكم في أولى حلقات جوكر العلوم على اليوتيوب، ويلا بينا نخش في الموضوع. وأول حاجة لازم نعرف يعني إيه مرض التوحد. مرض التوحد هو مرض بيعمل خلل بين الخلايا العصبية وبين الروابط اللي بيشتبك بيها في الدماغ. وعلى فكرة بقى، الفرق بين مخ الإنسان الطبيعي والمصاب بالتوحد مش كبير. يعني مثلا لو جينا بصينا على مخ الإنسان الطبيعي بيشتغل إزاي، هتلاقي المهام والأفكار والإشارات اللي بتطلع من المخ بتتوزع بين خلايا المخ الفص الايمن والايسر ببساطه جدا. اما بقى لو جينا بصينا على الناحيه الثانيه في المصاب بالتوحد، هتلاقي ان الخلايا العصبيه لما بتيجي تعمل حركات او اشارات او اي حاجه بتتوزع بين الفصين اليمين والشمال بصعوبه شويه غير الانسان الطبيعي. ولان الطبيعي في الانسان ان خلايا المخ في الانسان بتتواصل بطريقه سهوله عن طريق الخلايا العصبيه، على الجنب الثاني في المصاب بالتوحد بتلاقي ان الخلايا العصبيه دي بتدي اشارات واستيعابات بطيئه عن الانسان التاني، فبتلاقي فيها خلل شويه. وده بيحصل للشخص لما بيكمل اول 6 شهور من حياته، وغالبا كده الاعراض دي بتظهر عليه لما بيكمل 3 سنين. يعني نفهم من كده ان مرض التوحد ده ببساطه كده ملوش دعوه بقى بالنفسيه وانك بتقعد لوحدك ولا ان الاكس سابتك. حزين. الاكس سابتني. انا اتصبت بالتوحد خلاص. انا هقعد لوحدي كده. وحيد وحيد. الإنسان اللي بيبقى مصاب بالتوحد بيبقى إنسان عادي جدا، تشوفه شيك منظم، ولا بقى بيشد في شعره، ولا التخيلات اللي بتحصل اللي هو بيبقى مجنون، ولا أي حاجة من الكلام ده. الإنسان المصاب بالتوحد إنسان عادي جدا، شخص طبيعي تماما. والأمثلة اللي هديلك شوية كده حرفيا هتصدمك من الناس اللي مصابة بالتوحد، ويمكن أنت ما تعرفش. يعني ببساطة كده خلينا نلخصها لك: الإنسان العادي والإنسان المصاب بالتوحد. الإنسان العادي بيعمل مهمات وحاجات بسهولة جدا. الإنسان المتوحد بيعمل نفس المهمات ونفس الحاجات دي بصعوبة شوية. ده الفرق بينهم. ودلوقتي خلينا أعرفك على أعراض التوحد. وأول حاجة هعرفك عليها هي اللخبطة اللغوية. وإن الشخص المصاب بالتوحد أو الطفل ده بدل ما يقول لك مثلا اللي هو جعان، أنا جعان مثلا، يقول لك أنا جعان، لا يقول لك هو جعان، يقلب الضمائر. ممكن يسمع كلمة في التلفزيون يفضل يكررها. ممكن يسمع لفظ أو حاجة معينة تفضل ثابتة في دماغه وبيعيدها في كل حاجة. لما تيجي تسأله على سؤال يقول لك الجملة دي. مثلا يعني سمع كلمة من التلفزيون: أنا جعان. فتيجي تسأله أنت رايح فين؟ يقول لك أنا جعان. أنت عملت إيه؟ أنا جعان. ثبت الجملة دي. وكمان من أعراض المصاب بالتوحد هو الضعف الحسي والسمعي. الضعف الحسي ده تلاقيه قاعد منتبه في أي حتة ومش منتبه لك. الضعف السمعي إنك لما تيجي تنادي عليه باسمه بيبص في حتة تانية. ولأن الفكرة دي زادت مع الأطفال، كان أولياء الأمور دول بياخدوا الأطفال بتاعتهم يودوهم للدكتور يكشفوا على السمع بتاعهم ويشوفوهم. ولأن المفاجأة كان بيبقى السمع بتاعهم كويس جدا، هما بس عندهم خلل في الخلايا العصبيه اللي بتخليهم يستجيبوا لما بتنادي عليهم. وكمان المصاب بالتوحد ده لما بيجي يشوف ايماءات الوجه ساعات ما بيحددهاش. يعني الشخص ده فرحان وبيضحك مثلا ومبسوط من الكلام، او زعلان ومتضايق من الكلام اللي بيقوله، او تصرف او حاجه معينه ما يفهمش بس دي حلوه ولا وحشه. كمان المصاب بالتوحد ده بيبقى عنده حساسيه وبيحصل له انزعاج لما بيشوف ضوء عالي او بيسمع صوت عالي، لدرجه اللي هو ممكن يحط ايده على ودنه. كمان الشخص ده بيحب في حياته تكون حياته منظمه، وان الروتين اليومي بتاعه لو اتغير فيه حاجه او اي حاجه حصلت فيها خلل بيتضايق جدا. دي الاعراض اللي ظهرت لما جم درسوا على اشخاص المصابين بالتوحد. والاعراض دي احب اقول لك ان هي بسيطه جدا، لان في اعراض تانية كانت بتظهر تسبب خطوره على المريض المصاب بالتوحد، زي ان الشخص ده ممكن يأذي نفسه، ممكن يعض ضوافره،
ممكن يعمل اي حاجه يأذي بيها نفسه. ودلوقتي خلينا نعرف، هو مرض التوحد ده بيجي للكبار بس ولا للصغيرين بس ولا بيجي لمين؟ خليني اقول لك ان مرض التوحد بيظهر في السن الصغير. المرض ده او ما تعالجش في السن الصغير بيفضل مع الشخص لحد ما لا نهايه. ودلوقتي بقى خليني اقول لك عن 5 انواع اللي صنفوهم لمرض التوحد. التوحد التقليدي، لازم تسبيجر، الاضطراب التحليلي الطفولي، الاضطراب النمائي الشامل، والمتلازمة ايه. ودلوقتي بقى خليني اقول لك عن 4 مشاهير حرفيا هتتصدم لما تعرف ان دول اصلا مصابين بالتوحد. اول واحد، عالم الرياضيات المعروف والمشهور واللي غني عن التعريف، البرت اينشتاين. ايوه كان مصاب بالتوحد في سره، وده عن طريق حاجات غريبه كانت بتظهر عليه وشخصها الدكاتره انه مصاب بالتوحد. تاني واحد، بيل جيتس، وأسس شركة مايكروسوفت أوفيس. أيوة أذكى طفل في العالم كان عنده توحد. تالت واحد بقى ميسي، لاعب الكورة مشهور وغني عن التعريف مش هنقول عليه. وإن الغريب إن التلاتة دول مصابين بالتوحد وإن هم ما أعلنوش الكلام ده والدكاترة هي اللي أعلنت، إلا إن الرابع بنفسه أعلن إن هو مصاب بالتوحد. والرابع ده هو رجل الأعمال المشهور إيلون ماسك. إيلون ماسك ده أحد رجال الأعمال المشهورة في العالم كله وأغنى إنسان في العالم حاليا بثروة تزيد عن 150. ايوه يا صاحبي، اغنى انسان في العالم عنده توحد عالي. وده هو اعلنه بنفسه في برنامج اسمه ساتردي نايت لايف سنة 2021 في مايو. اعلن على الهوا مباشرة ان هو كان بيتعالج من التوحد وهو صغير وحاليا تلاشاه تماما. ودلوقتي خليني اقول لك على ان المسلسل حالة خاصة وطه الدسوقي عمل دور مصاب بالتوحد بطريقة ممتازة جدا. ودلوقتي بقى خليني اقول لك ان انت عرفت مرض التوحد ده كويس جدا، وان الفكره بتاعت زمان بقى اللي هي نفسيه والكلام ده مبقتش موجوده في دماغك. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايز تتاكد من الكلام اللي انا قلته ده هتلاقي اللينكات تحت في المصادر، تقدر تقرا براحتك. وكان معاكم محمد سيد، نتقابل في حلقه جديده.